واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشأنه، واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم انبيائه. اما بعد، فقد جاء رجل الى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن الصوم. يعني في واحد راح سيدنا عبد الله بن عباس بيسأله عن الصوم، فقال له: ان كنت تريد صوم داود عليه السلام فانه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وان كنت تريد صوم ابنه سليمان فانه كان يصوم من كل شهر اول 3 ايام فيه، ومن اوسطه 3 ومن اخره 3. وان كنت تريد صوم ابن العذراء عيسى بن مريم عليهما السلام فانه كان يصوم الدهر كله، يعني كان بيصوم السنة مش كامل. وكان يأكل الشعير ويلبس الخشن من الثياب، وكان حيث أدركه الليل صف قدميه لله مصليا حتى يطلع الفجر. يعني كان وقت ما الليل بيجي عليه في أي مكان كان يكون موجود فيه قام لله سبحانه وتعالى يصلي حتى موعد الفجر. وكان إذا أقام بمقام صلى ركعتين فيه، يعني كان كل مكان بيروحه كان بيصلي فيه ركعتين لله سبحانه وتعالى. وإن كنت تريد صوم أمه هي السيدة مريم عليها السلام فإنها كانت تصوم يومين وتفطر يومين. وأما إن كنت تريد صوم خير البرية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فإنه كان يصوم من كل شهر 3 أيام في أوسطه، يعني هو اليوم 13 ويوم 14 ويوم 15. ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذه الأيام 13 و14 و15 من كل شهر، وكان في كل عام يصوم يوم عاشوراء والأيام الأول من شهر ذي الحجة، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. فلما سئل عن ذلك فقال: عن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه. فكان يحتفل صلوات الله وسلامه عليه بيوم مولده في كل أسبوع. ولما سئل عن صيام يوم الخميس فقال: ذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، اللهم احفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، اللهم احفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. اللهم أعد لبلادنا أمنها وإيمانها وسلامها ورخاءها، اللهم أعد لبلادنا أمنها وإيمانها وسلامها ورخاءها وعزها يا رب العالمين. اللهم وحد قلوب أمتنا، اللهم وحد قلوب أمتنا، اللهم وحد قلوب أمتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا من كان حيا منهم ومن كان ميتا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، واغفر يا ربنا ذنوبنا أجمعين. اقبل اللهم حوائجنا وحوائج المسلمين بما يرجى يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واقيموا الصلاة